ها يا ابني، جبت الشقة فين؟ العاصمة الإدارية يا عمي. سيب البسبوسة واطلع بره. حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. خدت الحاج والحاجة والعروسة وحماتها واخوها الرزل ده وطلعتوا تشتروا شقة الأحلام، وهتفرح بقى ألف مبروك والله يسهل له يا عم. فنزلت شارع شبرا عندنا ودخلت على أول برج عجبك. أيوة يا باشا، الشقة هنا كلها بكام؟ ب2 مليون 800، طوب أحمر وكاش ونسب تحميل ما تعدش. بس حماتي منشفة دماغها وعايزة بنتها جنبها في شبرا، فلما حسبتها مع نفسك كده لقيت المتر من 25 ل 33 ألف جنيه. بس أنت حظك حلو وأنت بتسكرول طلع لك مصطفى سمير. انت عارف ان المتر في العاصمة الإدارية الجديدة بيبدأ من اول 24,000 جنيه كاش، متشطب، استلام فوري، شوارع واسعة وبنية تحتية وفي النظافة يا عم. بس حماتك اعترضت وقالت لك انا بنتي ما تروحش تعيش في الصحراء، ده لا خدمات ولا مواصلات ولا اي حاجة. معلش يا طنط، خدي تعالي اقول لك، عايزة مواصلات؟ العاصمة فيها الاتوبيس الكهربائي اللي بيمشي على الدائري والمونوريل وباصات بتوصل للعاصمة من كل مكان، والال ار تي اللي هو القطار الكهربائي الخفيف. ويا عم ابقى وفر فرق الفلوس وهات لك عربية صغيرة. طب المدارس؟ على اعتبار ان ربنا هيكرمه ويخلف يعني. حاليا في اكتر من 10 مدارس شغالين في العاصمه ما بين ناشونال وانترناشونال. طب الواد كبر يا عم وعايز يروح الجامعه، اكتر من 5 جامعات حاليا شغاله في العاصمه ومن ارقى الجامعات في مصر. طب السوبر ماركت والصيدليه ولوازم الحياه يا طنط والله موجوده. ويا حماه اتكلم، ما ينفعش تقعد ساكت كده. صحيح مش بالكم الكبير زي شبرا اكيد، ولكن موجوده. انت مش محتاج 10 صيدليات يعني. انا عارف ان انت بتدور على شبرا والمناطق اللي زيها عشان الونس، بس فعلا العاصمه بدات تسكن، وهي مسألة كام سنة وهتبقى أغلى مكان في مصر، وهتقول ساعتها يا ريتني. وحماتك هي اللي هتبقى نفسها تيجي تعيش معاك. فلو بتشتري حاليا عقار في مصر للسكن سعر المتر فيه أكتر من 20,000 كاش، تعالى وهجيب لك أحلى شقة في العاصمة. طب لو أنت ما معكش كاش تعالى وهسلمك بالتقسيط لحد 12 سنة، ولكن بأسعار طبعا مختلفة. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.